تعالوا النهارده نعمل جلاش رولز. بيبقى حلو قوي قوي في العزومات. بيبقى كده القطعه بتتقدم حلو كده من غير ما يتفرول مننا واللحمه تقع بره ويبقى مورق ومقرمش. سامعين صوت القرمشه؟ تجنن. والحشو مظبوط جدا، والجلاشه نفسها شايفين الحشو فيها قد ايه؟ تحفه بجد. تعالوا بقى نعمله النهارده مع بعض، وده كان اوردر عندي وقلت اصوره كده واقول لكم طريقتي فيه. ونسمي الله ونبدأ. وأول حاجة هنبدأ بيها وهي تعصيج اللحمة. هسخن الطاسة بتاعتي كويس جدا أو صينية. بعد كده هنزل بحوالي كيلو الا ربع لحمة مفرومة. أنا بحب الجلاش يكون كده مليان بالحشو بتاعه، فأنا هعمل الصينية دي على كيلو الا ربع، لكن تقدروا تعملوها بنص كيلو لحمة بس. أول لونها ما يبدأ يتغير معايا هقلبها بالشكل ده، وهديها كده رشة فلفل أسود وهي بتتشوح معايا. بعد كده هنزل بجزرايه مبشوره وبصلايه متقطعه قطع صغيره وقرن فلفل احمر او نص قرن فلفل احمر. هبهرها بعد كده ملح، فلفل اسود، 7 بهارات. هقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعضها واغطيها شويه واسيبها كده حوالي 10 دقايق تكمل سوا، والخضار ده كله يكون دبل معايا. طبعا انا هنا ما حطيتش اي ماده دهنيه واعتمدت على الدهون بتاعه اللحمه بس. هجيب بقى لفه الجلاش بتاعتي بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقسمها نصين. دي طريقة كده انا دايما بفضلها، بتبقى عاملة زي السبرينج رول، بتبقى حلوة قوي. افضل من ان انا الف رول كبير واقطعه. تعالوا بس نشوف الطريقة دي هتعجبكم جدا. هقسم لفة الجلاش نصين بالظبط بالشكل ده، وهجهز الخليط بتاعي: قشطة، زبدة، شوية زيت صغيرين. القشطة والزبدة بيكونوا اكتر من الزيت. وهجيب الصينية الفويل لان ده طالع اوردر، هغلفها كويس جدا بالخليط ده. والخليط ده هو اللي احنا هنورق منه الجلاش. القشطة دي كنت مجمعاها من وش اللبن. الزبدة كده كده موجودة عندي، زبدة فلاحي وشوية زيت صغير، يعني حوالي معلقتين قشطة على معلقة زبدة على معلقة زيت. الميكس ده كده بيبقى حلو قوي مع بعض. نركن بقى الصينية على جنب ونبدأ نلف الجلاش. دول كده ورقتين على بعض، يعني طبعا احنا قسمنا لفة الجلاش نصين. ده النص الاولاني، خدت ورقتين كده على بعض وهبدأ ادهنهم الخليط اللي احنا جهزناه. وهنجيب ورقة تالتة عليهم، مش هندهنها حاجة، هتبقى كده من غير اي دهان خالص. نحط بقى معلقتين لحمة مفرومة بالشكل ده. واهم حاجة بقى التقفيل من الجناب كويس عشان اللحمة ما تطلعش من بره. هجيب الطرفين بالشكل ده كده، وهبدأ ألفها روز. هدهن ورق الجلاش من بره بالشكل ده عشان نلزقها في الآخر، وكمان تبقى التوريقة حلوة أوي معانا. ونبدأ نلف رول بالشكل ده ونرص في الصينية. هنعمل واحدة كمان وبعدين ندخلها الفرن. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ولا بتتفك ولا بتتفرول، واللحمة قاعدة جوه زي ما هي، بتبقى شكلها حلو جدا في التقديم. كمان تقدروا تستغنوا عن تسوية الفرن وتسووها على جريل في شوية زيت صغيرين، او تحمروها زي السمبوسة، وتقدروا تعملوا اي حشو تاني. هعمل كده واحدة معاكم دلوقتي. جبت ورقتين دهنتهم بالخليط اللي احنا جهزناه، ونجيب ورقة تالتة مش هندهنها حاجة، ونحط معلقتين لحمة مفرومة ونقفل من الجناب بالشكل ده، ونلفها رول زي ما انتوا شايفين كده. سهلة جدا جدا وما خدتش اي وقت خالص. وبعد ما خلصت الصينية كلها، جبت الخليط اللي احنا دهنين منه الجلاش. هندهن كمان وش الجلاش بالشكل ده عشان يطلع معانا واخد لون ذهبي ومقرمش وحلو جدا. هدخلها بقى الفرن حوالي 10 دقايق تتشمع لحد ما اعمل الخطوة التانية. جبت كوباية لبن، حطيت عليها رشة ملح، رشة فلفل اسود، وهبدأ اسقي بيها الجلاش بالشكل ده كده. خلصت هدخلها الفرن حوالي تلت ساعة كمان، وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ودول كده وحدتين كده عملتهم بره الصينية دي عشان اوريكم شكله من جوه عامل ازاي، لان ده اوردر فمش نقدر نقطع منه حاجة. لكن كنت عايزة اوريهولكم بقى من جوه الحشو بتاعه عامل ازاي، القرمشة بتاعته صوتها عامل ازاي، طعمه يجنن. وبس كده، بألف هنا وشفا لأصحاب الأوردر.